تعال أقولك الحقيقة اللي محدش بيحب يسمعها. إحنا كستات نؤمن بحاجة اسمها الحب، والغريب إن كل فين وفين لما تلاقي واحدة راضية تلاقي الصوت الغالب بيقول إحنا مظلومات ومقهورات وكل الرجالة أوغاد ويستاهلوا الحرق. طب هتسألني هو مش ممكن يا ستات تكونوا غلطانين؟ فوراً هتلاقيني بقولك لا طبعاً إحنا الصح. هو الرجالة هتكفر بالحب ولا إيه؟ يعني باختصار هتفضل تفهمني من هنا لحد ما نموت إن مفيش أعظم ولا أهم من إن الراجل يشيل الست في عقله مش في قلبه بس محدش فينا هيسمع. يعني إيه؟ هتقعد تقنعني إننا في عقلك والبيت في عقلك والعيال في عقلك وإن ده أهم من إننا نكون في قلبك؟ لا، إحنا غالباً مش هنشوف الكلام ده ومش هنفهمه أصلاً. قول بقى الكلام ده بكل لغات العالم وهتلاقي دمعة ونظرة إحباط وخيبة أمل وعبارة مخنوقة بتقولك على عيني على عيني، وكل اللي بتقدمه حلو، بس كلمة حلوة رسالة رقيقة في نص يومك هو ده اللي ناقص. وعلشان كده وأنا بتكلم بجد والله الاهتمام بمطالبنا حكمة. طب يعني إيه حكمة؟ يعني حبها وهات لها ورد وقول لها كلام يريحها واعمل الحاجات اللي هي بتحبها وانت مقتنع. اتصل، ابعت مسج، اعتذر لو انشغلت. ولعلمك خليني اقول لك حاجة عشان ما نخلطش الهزار بالجد، لو حسبناها ببراجماتية او مصلحة يعني بالحسابات كده هتكسب. والله هتكسب. لو حبيتها زي ما هي عايزة أو قريب من اللي هي عايزاه هتريح بالك وهتقفل باب الشيطان. وفوق كل ده مش هتلاقيها بتنشر بوستات الأستاذة رضوى الشربيني عن الراجل اللي بيطفي الست والراجل اللي بينورها. لازم تفهم ده كويس علشان الحقيقة ساعات بتوجع بس بتفوق.